احنا مديريتنا تريد تبعث رساله اطمئنان لجميع السائحين من جميع المحافظات. طبعا احنا محافظه دياله ترحب بجميع السائحين. بس بنفس الوقت احنا هم نطلب من المواطن الالتزام، عدم السير عكس الاتجاه وعدم النزول الى الارصفه، هاي كلها عوامل مساعده في الزخم. بناء على توجيهات السيد مدير المرور العام المحترم وباشراف شخصي وميداني من قبل السيد مدير مرور محافظه دياله المحترم، ولتجنب الزخم الذي حصل في الاسبوع الماضي، شرعت مديريتنا بوضع خطه ان شاء الله ستكون على ارض الواقع بدايه من هذا اليوم لتجنب مثل ما ذكرت اللي حصل في الاسبوع الماضي. سيدي الله يسعدك. يسعدك. احنا الاسبوع الماضي يعني حصل زخم وتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وللاسف هناك بعض من السائحين اضطر العوده الى محافظاتهم بعد ان قطع مسافه. الان الانظار كلها تتجه على هذه المناطق باعتبارها اصبحت مناطق سياحيه. الخطه اللي وضعتها مديريتنا لتجنب الزخم اللي حصل في الاسبوع الماضي. نعم. بدايه السلام عليكم. عليكم السلام. الاسبوع الماضي الزخم اللي حصل نعم. كان زخم مفاجئ، يعني حقيقه كان مفاجئ. نعم. هاي المنطقه منطقه الصدور. نعم. منطقه سياحيه كانت سابقا. نعم. ولكن كانت متروكه، يعني عدم توفر المياه بشكل كافي. نعم. فيها، وكانت منطقه عسكريه سابقا وكانت متروكه. نعم. فلكثره مياه الامطار هذه السنه والحمد لله. نعم. توفرت فيها مياه كثيره واجواء سياحيه كانت جميله جدا. نعم. فالمواطنين توافدوا من جميع المحافظات. نعم. في وقت واحد ومحدد، يعني وقت واحد وتوقيت واحد، جميع المحافظات. نعم. لهذه المنطقه. احنا حاليا هسه متوقفين في هذه المنطقه، منطقه الصدور السياحيه وبحيره حمرين، لنضع الحلول الجذريه ان شاء الله المناسبه تجنبا لحدوث زخم مروري يوم غد ان شاء الله، يوم غد جمعه. نعم. من المحتمل تتوافد العوائل الكريمه لهذه المنطقه. نعم. فعدينا خطه محكمه ان شاء الله. اغلب الطرق اللي كانت مقفله فتحناها لفتح مجال لخروج المركبات. عززنا من قواطع بعقوبه، عندك يوم غد جمعه. نعم. قواطع مركز المدينه تكون الحركه ضعيفه للمركبات. نعم. عززنا بدوريات واعداد وسريه دراجات راح تكون منتصف، يعني نصف السريه بهذه المنطقه. كذلك عززنا منتسبين لغلق الفتحات الغير نظاميه. نعم. اللي كانت تسبب من الاستدارات حتى لا غير نظاميه حتى تاثر على السير. نعم. وثقنا وعى قياده الشرطه ان شاء الله مع السيد قائد الشرطه المحترم. نعم. عززنا بدورات نجده ويا المرور ان شاء الله. لكن هي حقيقه مو بس يعني زخم مروري، اكو اسباب اخرى. نعم. من ضمنها انه هاي المنطقه هي يعني شبه منطقه ريفيه يعني. نعم. الطرق اللي بيها طرق ريفيه يعني ما مجهزه بالكامل. نعم. فيها تخسفات وبيها يعني حفر تسبب نعم. عرقله بالسير وتسبب تاخير بالسير. اكيد. جسر الهارونيه هو جسر قديم، يعني هذا جسر نعم. ضيق جدا، ما يسع غير تقريبا مركبتين. يعني مركبتين، يعني يكاد مركبتين. نعم. فهذا هم ياخر بعبور المركبات ويأخر بعرقله بالسير. نعم. ويبطئ من السير المركبات. اكيد. كذلك انه هذه المنطقه سابقا كان عندها يعني بها اكثر من طريق. هسه الوقت الحاضر فقط فيها طريق واحد هو ذهاب. نعم. واياب. نعم. وهذا كذلك هم ياثر على حركه السير والمرور. نعم. وان شاء الله مفارزنا متواجده، الاخ امر قاطع متواجد، وعززته برباط برتب متقدمه ان شاء الله حتكون متواجده في المنطقه ويكونوا مشرفين على العمليه، والمنطقه باشرافي ان شاء الله شخصيا. ان شاء الله. وان شاء الله الله سبحانه وتعالى يقدرنا ان يوم غد الامور تمشي طبيعيه، وعاوننا كلمه تتمتع بالاجواء. نعم. هاي الجمعه الماضيه. نعم. من الاسباب الزخم انه مواطننا الكريم مواطننا الكريم. نعم. ما التزم بقواعد السير الامن. صحيح. يعني لاحظنا مركبات كانت تمشي عكس السير، تنزل على الرصيف. نعم. يعني تحاول باي طريقه انه تخالف يعني قانون المرور. نعم. وسبب ارباك بالعمل. نعم. يعني اتخذنا بهم اجراءات قانونيه، اللي حاولنا رجعناه واللي فرضنا عليه غرامه. نعم. حاولنا نرجع السير الى مساره الصحيح. نعم. لان كان السير ذهاب واياب مقفل بسبب الرود سايد. صحيح. فحاولنا قد امكاننا بارجاع المركبات الى الطريق او المسار الصحيح للمنطقه.
وان شاء الله هذا ان شاء الله باذن الله. ايضا ناشد الاخوان المواطنين سواق مكتبات الالتزام. نعم. حتى يعبرون بصوره امنه وسريعه، يلتزمون بقاعده السير امن. نعم. وعدم المخالفه. نعم. نعم. اذا اخواني السائحين، اولا حياكم الله بمحافظتكم محافظه دياله، واهلا وسهلا بكم. بس نطلب منكم الالتزام والتعاون مع رجال المرور، لان هم اصلا موجودين لخدمتكم، لذلك نطلب منكم الالتزام والتعاون معهم حتى تقضون اوقات ممتعه. ومره ثانيه حياكم الله في محافظه دياله.